يعني هو معقولة أكلة عملها جزار شعبي تبقى دلوقتي واجهة للمطبخ المصري؟ لو إيه وصناعة كمان حواوشي؟ القصة ابتدت في حي السيدة زينب لما عم محمد الحواوشي راجل بسيط جزار كان بيدور على فكرة كده تميزه عن غيره. قال لنفسه طب وليه الزبون ياخدها ويمشي؟ ليه ما نعملش حاجة تتاكل فورا تكون سخنة ومشبعة وحرشة؟ جاب العيش البلدي بقى وفتح نصين وعمل خلطة عبقرية بين اللحمة المفرومة وبصل وفلفل وشوية توابل، وحشى العيش ده ودخله الفرن. والنتيجة كانت إيه؟ صدمة لذيذة جدا. الناس وقفت طوابير على الساندوتش الغريب ده وسموه على اسمه الحواوشي. ومع الوقت بقى ليه مكانة خاصة على الترابيزة المصرية، ناس بتعمله في الفرن وناس في الجريل. أما في بقى نسخة اسكندراني بتتعجن اللحمة جوه العيش أصلا. وفي الآخر دي مش مجرد أكلة، دي فكرة وابتكار شعبي بدأ من دكان لحمة ووصل لموائد البيوت والمطاعم. ودي كانت حكايتنا النهاردة في الأكلة وما فيها الحواوشي من حي شعبي لفخر المطبخ المصري. عجبتك الحكاية؟ طب ما تعمل لايك وسبسكرايب وسيب الباقي علينا.